القاهرة. حبايب الحلوين، كان يا مكان كان في زمان اتنين من الشبان. كانوا الاتنين فقراء قد ما كانوا، لكن يعني اهو كل واحد فيهم كان عايش زمان. في يوم من ذات الايام قعدوا الاتنين الشبان يتكلموا الكلام. قالوا مادام ما لقيناش بختنا هنا، اهو نمشي في الدنيا نجرب بختنا. على قد زادهم مكان قليل، اهو كل واحد خد زاده، وعلى قد مالهم مكان قليل، اهو كل واحد خد ماله. والاتنين مشيوا وشالوا، وبعد ما مشيوا الاتنين ليلتين شافوا قدامهم سكتين، سكة على الشمال وسكة على اليمين. اول الشبان مشي في السكة الشمال، وتاني الشبان مشي في السكة اليمين. الاتنين بيدوروا بختهم فين. اول الشبان مشي في اخر السكة، شاف بيت فقير، خبط على الباب كتير، وفي الاخر فتحت له ست فقيرة. الست الفقيرة قالت له انا عايشة لوحدي في الدنيا، وربنا جابك ليا، اعمل معروف فيا واديني من اللي معاك شوية. اول الشبان قال لها معايا زاد ما اقدرش استغنى عنه، ومعايا مال ما اقدرش اديلك منه. ست الفقيرة قالت له اعمل الطيب، ده فرج الله قريب. اول الشبان اداها شوية زاد قليلين، واول الشبان اداها شوية مال قليلين، وجه يمشي. الست الفقيرة قالت له استنى، ان كنت جيتلي في نهارك ولا في ليلك، اهو زي ما اديتني لابد اديلك. وست الفقيرة مدت ايدها وادت اول الشبان ابرة صغيرة وفتلة قصيرة، وقالت له خد ابرتك وفتلتك، مين عارف يمكن ينفعوك في سكتك. واول الشبان اخد ابرته وفتلته ومشي يكمل سكته. في اخر السكة شاف راجل عجوز قدامه قدرة كبيرة، وجنب منه حتة قماش، ومن بعد السلام كان الكلام. عم العجوز قال لأول الشبان في القدرة مال جمعته طول زماني، حلفت أديه للي يخيط لي قفطاني. واستغرب أول الشبان يعني إيه؟ عم العجوز قال له خد حتة القماش دي اعملها لي قفطان، أديلك مالي اللي جمعته طول زماني. أول الشبان فرح، طلع الإبرة وطلع الفتلة، بس على قد ما كانت الإبرة صغيرة على قد ما كانت الفتلة قصيرة. وأول الشبان ما قدرش يخيط القفطان، وراح عليه مال العجوز اللي جمعه طول الزمان. وأول الشبان ساب العجوز ومشي زعلان. تاني الشبان كان فين؟ كان ماشي لسه في السكة اليمين. في آخر السكة شاف البيت الفقير، خبط على الباب كتير، وفي الآخر فتحت له ست الفقيرة. الست الفقيرة قالت له أنا عايشة لوحدي في الدنيا، وربنا جابك ليا، اعمل معروف فيا واديني من اللي معاك شوية. تاني الشبان ضحك وقال لها ولو ان اللي معايا قليل، لكن برضه هديك كتير. على قد الواحد ما بيدي على قد ما بيجيله الخير. وتاني الشبان ادى للست الفقيرة من زاده كتير، واداها من ماله كتير. ولما جه يمشي ست الفقيرة ندهت له وقالت له ان كنت جيت لي في نهارك ولا في ليلك، اهو زي ما اديتني
لابد أديلك. وست الفقيرة مدت ايدها وادت لتاني الشبان إبرة كبيرة وفتلة طويلة، وقالت له خد إبرتك وفتلتك يمكن ينفعوك في سكتك. وتاني الشبان أخد إبرته وفتلته ومشي يكمل سكته. في آخر السكة شاف الراجل العجوز قدامه القدرة الكبيرة وجنب منه حتة القماش. ومن بعد السلام كان الكلام. عم العجوز قال لتاني الشبان في القدرة مال جمعته طول زماني، حلفت أديه للي يخيط لي قفطاني. استغرب تاني الشبان، يعني ايه؟ عم العجوز قال له خد حتة القماش دي اعملها لي قفطان، أديلك كل مالي اللي جمعته طول زماني. تاني الشبان فرح، طلع الإبرة وطلع الفتلة، وعلى قد ما كانت الإبرة كبيرة على قد ما كانت الفتلة طويلة. وتاني الشبان خيط القفطان قبل ما تخلص الفتلة وقبل ما تخلص الليلة. وعم العجوز أخد القفطان وإدى لتاني الشبان المال اللي جمعه طول الزمان. وتاني الشبان ساب العجوز ومشي فرحان يضحك ويقول لو جيت واديت أبقى قد كتير، على قد ما بتدي على قد ما بيجيلك الخير، على قد ما بيجيلك كل الخير. الله 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 واللي بيعمل خير يلقاه. الله 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 واللي بيعمل خير يلقاه. الله 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 نفسي إن كنت أناني، كل الناس إخوات حواليا، قد ما أحب الخير علشاني برضو بحب الخير للدنيا. أصل الخير من فضل الله واللي بيعمل خير يلقاه. أصل الخير من فضل الله واللي بيعمل خير يلقاه. الله 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 واللي بيعمل خير يلقاه. الله الله الله. حبايبي الحلوين، بكرة إن شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. الإنسان دايما مستعجل، لو اتخرج النهارده من المدرسة أو الجامعة تلاقيه عايز يشتغل على طول، اشتغل تلاقيه عايز يتجوز، اتجوز تلاقيه عايز بيت وعربية. كل ده شيء طبيعي، شيء طبيعي ان الانسان تبقى له طلبات، شيء طبيعي جدا. المشكلة ان الانسان احيانا يحس ان طلباته اكبر من قدرته او رغباته اكبر من امكانياته. الانسان الطيب هنا يقول يا رب. الانسان المستعجل يبتدي يفكر ازاي اجيب فلوس وازاي اجيبها بسرعة. هنا ينفتح باب الجريمة والانحراف. معظم تجارات المخدرات قايمة على ايه؟ رغم كل المقاومة الرهيبة اللي بتقاومها لها، معظم التجارات دي قايمة على المكسب الضخم السريع. اللي يشتغل في الجبنة والزيتون ممكن يكسب في اليوم 10 جنيه 100 جنيه، ممكن ما يكسبش، ممكن يخسر في يوم 10 جنيه او 100 جنيه. انما اللي يشتغل في الهيروين ولا الكوكايين
ولا الأقراص المخدرة ممكن يكسب في اليوم 250,000 جنيه، ممكن يكسب 100,000 جنيه في خبطة واحدة. أحيانا المكسب ده بيوصل لملايين. بسبب الإغراء الوضيع ده المغامرين والمجرمين بيخشوا تجارة المخدرات. بسبب الإغراء ده بيغامروا بحياتهم ويخشوا التجارة دي. المكسب المشروع عادة قليل أو معقول، وإذا زاد بيزيد ببركة من ربنا. المكسب الحرام عادة كتير وضخم، وفي إغراء وفي مأساة تنتهي في الآخر بحياة صاحبها نفسه. احنا عايشين في مجتمع معظم اللي بيشتغلوا فيه عايزين يكسبوا وبسرعة، وعايزين يكسبوا بأي أسلوب بأي طريقة. عشان ده يحصل ضروري يبقى فيه غش، تدليس وخداع. يوم ما يبقى فيه غش وتدليس وخداع ساعتها البركة تنقطع. يبقى الناس معاها فلوس كتيرة لكن ما فيهاش بركة. يبقى الجنيه قرش، وال10 جنيه باريزة، وال5 جنيه شلن. يبقى اسمها 10 جنيه لكن قوتها الحقيقية باريزة. في قوانين لكل شيء في الوجود. قوانين محتاجة صبر. الزرع عشان ينزرع ضروري الفلاح يقلب الأرض ويحرثها ويهويها ويرمي البذرة ويرويها. كل الشغل والشقة ده مش كفاية انه يطلع الزرع. ضروري الفلاح يستنى وقت. لكل شيء اوان ووقت. للزرع وقت، وللحصاد وقت، وللبذرة وقت، وللثمرة اللي هتطلع وقت. ده قانون الحياة، ان المكسب محتاج شغل ومحتاج صبر ومحتاج وقت. مش محتاج غش، مش محتاج تدليس. الغش مخلوق ما يقدرش يعيش اكتر من يوم او اسبوع او شهر. بعد كده بيبان. بعد ما بيبان صاحبه بينتهي. في تجار فاهمين قوانين السوق. في تجار فاهمين ان الامانة في حد ذاتها مكسب. فاهمين ان السمعة في حد ذاتها فلوس. فاهمين انهم بيتعاملوا مع زبون محترم له اولاد واحفاد هيتعاملوا مع اولادهم واحفادهم. التجار دول هم الكسبانين حتى لو كانوا مش راكبين مرسيدس. الغنى السريع ملوش اي دلالة، بالعكس يمكن تكون دلالته على الغش اكتر من دلالته على الجهد والعمل. التاجر الذكي هو التاجر اللي له زبون، هو اللي زبونه يدور عليه لحد ما يشتري منه. عشان التاجر يبقى كده ضروري يكون له سمعة طيبة، وضروري يكون امين ومحترم وله كلمة، وبيستغلش الزبون ولا يضحك عليه ولا يذبحه. التاجر اللي بيستغل الزبون او يغشه او يضحك عليه بيضحك على نفسه، بيدمر سمعته هو، بيقضي على مكانته في السوق. ده مش نبيه ولا حاجة. بيكسب كتير في الاول انما بيخسر كتير في الاخر. نفسنا نرجع تاني لايام زمان، ايام ما كانت الامانة هي اللي بتحرك السوق مش الخديعة. مش كده ولا ايه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس، احمد بهجت، ويوسف حجازي.